هادي واحد البنت سميتها سلمى بنت هادئة وظريفة. كتخدم في واحد الشركة صغيرة وكتعاون والديها قد ما قدرات. حياتها كانت بسيطة. واحد العشية رجعت للدار في الطوبيس. كان نهار غادي سالي والضو ديال الغروب كيضرب في الجاج ديال الطوبيس وكيعطي داك اللون البرتقالي اللي كيعجب سلمى بزاف. رجعت من الخدمة عيانة، بغا غير توصل للدار وترتاح، ولكن داك النهار ماشي نهار عادي. شافت قدامها في الطوبيس واحد التليفون كيضوي كيصوني بلا توقف فوق الكرسي قدامها. الهاتف بوحدو بحال شي سر كيتسنى اللي كشفو. كاينين الناس في الطوبيس لكن حتى واحد ما بغاش يهز هداك التليفون. سلمى تردات، ولكن الفضول تغلب عليها وهزاتو بين يديها ووقف الصونيت وبدات الرسائل كتنزل بحال الشتا. وفتحات ديك التليفون وفيه واحد الرسالة كتقول: ارجع ليا حقي قبل ما نهضر، هاد المرة ما غاديش نسكت. وسلمى بقات متجمدة في بلاصتها والهاتف بلا كود والرسائل ماشي رسائل عادية، تبدل لون وجه سلمى كامل. وكانت واحد الرسالة صوتية، مرا كتعيط للراجل وكتقول ليه بصوت كيترعد: الا ما خلصتينيش هاد السيمانه غنقول لمراتي كل شيء. سلمى حسات بقلبها غيخرج من صدرها وكتشوف تصاور وتحويلات ماليه ومحادثات سريه، حياه كامله مخبيه في هاد التليفون الصغير. رجعت سلمى للدار بسرعه وما قدراتش تعشى. دخلات بيتها وسدات باب بيتها وجلسات في الجنب ديال الناموسيه ديالها وطفات الضو ديال البيت وشعلات ديك التليفون وشاشتها كتضوي في العتمه. وكان خاصها تختار تسكت ولا تفضح. وسلمى خايفه كتردد، ولكن الضمير ديالها ما كيسمحش ليها تخبي. وخدات الرقم ديال زوجة الراجل من جهة الاتصالات وصيفطات ليها كل شيء الدلائل. وبعد ساعة جاتها غير هاد الجملة: شكرا عرفتو. ومن داك النهار تبدلات حياة دوك الناس كاملين. ها طلاق، ها المشاكل، ها الفضيحة، والراجل كيقلب على اللي هدم حياته. ولكن سلمى بقات مجهولة وما غيعرفهاش وما غاديش يعرفها. غير هي كل ليلة كتسول راسها: واش درت الصح ولا كنت سبب في خراب الدار ماشي ديالي؟ ولكن في واحد البلاصة في قلبها كان الجواب واضح: بعض الأسرار خصها تخرج وتبان، وحتى إلا خسر شي حد آخر كيرتاح. هذه نهاية القصة. لا تبخلوا علي بلايك والتعليق والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.